السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم ان شاء الله صينيه مسقعه، ودي تعتبر من ابسط المقادير، مش هتكلفكم خالص ان شاء الله. هي عباره عن بتنجان وعن توم مفروم وعليه فلفل وثلاث حبات من الطماطم مفرومين وتوابل كزبره وكمون، بس مفيش حاجه تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نقطع البتنجان مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي ايه، هنقشر البتنجان بس مش هقشر كل القشره. هعمل ايه يعني، هخلي بواقي قشر بسيطه عشان ده مفيد جدا للجسم. طب هكمل بقيه تقطيع البتنجان وارجع لكم تاني ان شاء الله. اديني رجعت لكم اهو، وحطينا الطاسه على النار بالزيت، وهنقلب البتنجان مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عقبال ما الزيت يكون سخن هنحمر التومه في حاجه تاني. رجعت لكم تاني والزيت سخن، هحط بقى البتنجان وعقبال ما البتنجان يتحمر التومه بتاعت الصلصه من الرحيم بترنشات الفلفل نحمرهم. واول ما تتحمر هرجع لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي البتنجان اتحمر اتقلى، هنحطه في الصينيه وارصه في الصينيه وادخله على الشوايه. طبعا بالنسبه للدقه بتاعته، يعني ايه الدقه بتاعته ان شاء الله بنعملها مع بعض. بنحمر التومه واتحمرت اهي الحمد لله. هحط معلقه صلصه بالطماطم اللي انا بشرتها. مش قادره اقول لكم على الريحه بصراحه، ريحه التومه جميله جميله جميله. لا الله على الريحه وعلى الجمال، مش قادره اقول لكم على جمالها، مش قادره. طبعا احنا فارمين الطماطم دي مع بعض، هنحطها برضو. بالنسبه بقى للتوابل هنحط ايه ان شاء الله، كمون وكزبره ومعلقه برضو سكر. بس هو كده خلاص. وبعد كده اقوم حطاها معلقه السكر، طبعا الفلفل اللي هو اهم حاجه في المسقعه، هقليه ان شاء الله بعد ما اخلص كل كميه البتنجان اللي انا مقطعاها، وارصها في الصينيه واحطها في الفرن على الشوايه. وكده ان شاء الله تبقى صينيه مسقعه بسيطه وسهله، ما فيهاش اي حاجه خالص. رجعت لكم بقى بعد ما صينيه المسقعه اتعملت. مش عارفه انتوا شكلها عاجبكم ولا ايه، بس انا شايفاها ان هي شكلها جميل وعايزه تتاكل. يا ترى بقى عاجبكم ولا لا؟